السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهقول لكم ايه احلى صينية فراخ زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. نروح يعني هي طريقتها سهلة جدا. لو انت هتاكلها بالرز هتعملي فيها طرنشات بطاطس، انما لو انت هتاكليها باي حاجة تانية لا مش مستحبة. انا ما بحبش احط حاجة فيها. نروح الاول كده على شرح الفيديو ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه على الفطار؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة فرخة صينية فرخة هي تكون من كيلو ونص ل2 كيلو. هنا البتاع اللي هعمل فيها. هنا معايا الطماطم والبصل اهون، يعني هنعملها كله بالمبشرة. وهنا ده البهارات: كزبرة ناشفة، فلفل اسود، يعني اقل من ربع معلقه كمون. هنا توم طبعا، وهنا لو ما عندكيش عسل هنحط سكر، وهنا بهارات لحمه. وهنا يعني ايه، يعني هتبقى صينيه نعملها كده على الفطار، وجنبها ان شاء الله المحشي طبعا انا عملته على القناه قبل كده فانتوا عارفينه. هنا الصينيه اللي هنحط فيها الفرخه، وطبعا معانا الزيت اهون، زيت ذره. وانا بعمل حاجتي كلها يعني بالمبشره، هعملها بالمبشره. يعني نعمل الطماطم والبصل بالمبشره زي ما احنا شايفين. والفراخ طبعا احنا هنصفيها حلو من الميه زي ما احنا شايفين كده. الفراخ هنصفيها زي ما احنا شايفين كده، هنصفيها وهنرصها في الصينيه، وخطوه خطوه هنعمل احلى صينيه فراخ. طبعا زي ما احنا شايفين كده الصينيه هي ورصنا فيها الفراخ. اهم حاجه الفراخ ما تكونش عليها يعني ميه خالص نهائي. طبعا انت ممكن تعملي عليها من تحت بطاطس لو انت هتعملي رز، انما انا النهارده عامله محشي، فما ينفعش ان انا احط عليها بطاطس، فلان هناكلها بالمحشي. طبعا هنا عملت الخلطه. هنا يعني 3 حبايات طماطم، حبايتين بصل. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ هنحط عليهم البهارات. يعني مش هقول لكم من الصينيه دي، انا كنت بعملها على القناه قبل كده بالبطاطس، النهارده عاملاها ساده من غير بطاطس ومن غير اي حاجه. لا بالعكس، هم طلبوها النهارده بالمحشي فقلت هعملها لهم زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنحط ربع كوبايه زيت. طبعا هنا حطينا الزيت والملح، خدي بالك من الملح عشان ما تحدقش منك قوي. وهنقلب الخلطه دي مع بعض زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، سهله جدا. بس انا حبيت ان انا اعملها قبل ما اشتغل في المحشي، علشان بس الوقت. انتوا عارفين الوقت رمضان، كل سنه وانتم طيبين. يعني طبعا اول ما بنقوم من النوم بنحضر الفطار لان الوقت قصير. وبقلبها اهي. طبعا هي بتحط عليها ربع كوبايه زيت، حطينا ربع كوبايه زيت وفصين توم عشان تديها طعم. والبهارات اللي انا قلت لكم عليها، البهارات اللي انا حطاها دي نص معلقه اللي هي بهارات الكفته. بروح كده للعطار، عندنا هنا عطار، بقول له انا عايزه بهارات كفته. دي بعملها في الصينيه على طول. مش هقول لكم على جمال الريحه والطعم اللي في الصينيه لما باجي اعملها. حابه ان انت تعملي خرط بطاطس اعملي، حابه ان انت مثلا تاكلي عليها محشي زينا كده ما فيش داعي للبطاطس. انا كده قلبتها هي. طبعا كده كبيتها عليها الخلطه هي على الفرخه، وابتدي اوزع الخلطه على الفرخه كويس جدا. طبعا ما بتحتاجش اي ميه لان الفراخ من النوع اللي بتنزل ميه، فما فيش داعي نحط لها اي كميه ميه، ما تنفعش. لان الفراخ اصلا نيجي نحطها مع البطاطس هي اللي بتساوي البطاطس من الميه بتاعت الفرخه. لازم نوزع بس كده الخلطه دي، وهنعملها بورق حراري. ودي هندخلها الفرن. بسم الله ما شاء الله، احلى صينيه فراخ على الفطار وخفيفه. تعتبر من الاواكل اللي هي الناشفه، اللي هي الاطعمه الناشفه، جميله جدا يعني، وما بتاخدش وقت والله. حتى لو انت برضه تعملها بالبطاطس مش بتاخد وقت. لازم تحط لها ربع كوبايه زيت. طبعا انتوا عارفين انا بستعمل اللي هو الزيت زيت الذره، بيبقى مستحب جدا وخفيف على المعده. كده بقى نحطها في الفرن، وهوريها لكم ان شاء الله
بعد ما نخلص. وبكده يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله اكون كده خلصت. شايفين الفراخ وشايفين البهانيز بتاعتها. اوعى تحط لها ميه، ما تحطلهاش ميه خالص. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اللهم صل على النبي. وهنا جنبه طبعا احلى محشي من مطبخنا الشعبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين المحشيه عامله ازاي؟ اللهم صل على النبي. واقول لكم ايه؟ اقول لكم تعالوا افطروا معانا احلى فطار من احلى مطبخ، هو مطبخنا الشعبي. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي وزيد النبي صلى عليه. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي.